لاجل النبي لاجل النبي، اللهم صل على النبي. دخلت المطبخ والنية خالصة، نيتي صافية ان ادخل اعمل للعيال حلاوة مولد النبي. هم بيحبوا اوي الحاجات المقرقشة دي، يموتوا فيها. وعملتها وطلعت من اروع ما يكون، حلوة حلاوة مش معقول. والله ما كنت مصدقة ان انا ممكن اعمل الحاجات دي. طول عمرنا بنشتري الحاجات دي بالغلا والكوى، وخصوصا اقراص المكسرات، اللوزية، البندقية، الفستقية، والفولية. الفولية لوحدها كيلو ب200 جنيه، امال الحاجات دي بقى بكام؟ ده قرص اللوز ولا قرص البندق ولا قرص الفستق؟ لا 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 لا، ده عدى وازح. بس على مين؟ والله العظيم دخلت يا ولاد وعملتها، ما خدتش يعني، مش قادرة اقول لكم، عملتها في 10 دقايق. مفيش، كل اللي انتوا شايفينه ده ربع كيلو لوز، نص كوباية سكر، ربع مية، فانيليا، عصرة ليمون، بس كده. يلا بقى نسمي الله كده ونصلي على الرسول، ودوسولي احلى لايك واعملوا منشن لحبايبكم. اول حاجة سخنت الحلة ورحت نازلة بالسكر وشوية المية عليهم، وسبتها على النار، وحطيت اللوز في الطاسة، وقعدت بقى ايدي فيه قلب 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 كده لحد ايه ما نفخ معايا، وبدأ ان هو يتحمص، مش محمص لكن بدأ. طالما نفخ خلاص طعمه كده بيبقى جميل ويبقى هش وفي منتهى الجمال. رحت كان عندي قالب سيليكون، رحت جايبه الفرشه، واخدين بالكم من الفرشه دي؟ ايديها اتكسرت، رحت رشقاها في المعلقه الخشب. نفعت. المهم دهنت القالب السيليكون ده زيت، والقالب التاني برضو دهنته زيت عشان لما اصب الحاجه ما تلزقش فيها. بصوا انا بوريكم اللوز اهو نفخ خلاص، رحت طافيه عليه، بس برضو هفضل ايدي فيه لان الطاسه سخنه، فانا مش عايزه ناحيه تبقى ملسوعه وناحيه تبقى بيضه زي ما هي. بصوا الحلاوه بقى، دي الحلاوه العاديه قوي اللي كل ستات زيي وزيك وكل الستات القديمه بتاعت زمان عارفاها، سكر وليمون وميه، بس كده. بصوا وصلت للون الجميل ده الذهبي الغامق شويه قبل ما تكرمل وتبقى بني. ورحت نازله باللوز وقلب قلب قلب لحد ما اتغلف كله بالعسل زي ما انتوا شايفين، غلفته كله كده. ورحت صباه بقى قلت اصبه بقى في القوالب السيليكون دي عشان اعمل شكل كده وردات مدوره كده. طلعت شكلها حلو قوي الحقيقه يعني. يعني هي جات لي الفكره كده وقلت يا بنت تعمليها بدل ما تحطي في صينيه ومش عارفه ايه. المهم بقى يعني خدت كميه بسيطه، والباقي بقى رحت حطاه في القالب اللي دهنته زيت. بصوا المعلقه دي دهنتها يعني غمستها كده في طبق الزيت، وقعدت اساوي بيها علشان مفيش حاجه تلزق. يعني اي حاجه هتبططي بيها يعني تغمسيها في الزيت كده وتبططي، يقوم ايه مفيش حاجه تلزق، وتساوي وتضغطي قوي كده بظهر المعلقه من الجناب ومن الحروف، وكلها تبقى بسوى واحد. شايفه؟ ايوه كده، اضغطي كده كويس. ما اكتفتش بكده، رحت لابسه الجلافز ده اللي هو النايلون، ورحت برضو دهنه ايدي زيت، وقعدت بقى ايه ابطط. كانت مولعه نار سخنه ملهليه. بصوا انا عماله اعمل بكل صباع ونط. اعمل بايديا ونط من السخونيه. بس بططتها كويس ورحت سايباها كده بتاع 10 دقايق. سبتها الاول 5 دقايق، وبعدين رحت قاعده منغذاها بقى بالمقطع كده علشان لما اجي اقطعها تبقى سهل انها تتقطع كده صوابع زي ما انا عايزه، مستطيلات كده. ورحت سايباهم بقى 10 دقايق. بعد كده بصي، بعد 10 دقايق بصي بقت جميله ازاي، طلعت وردات مدوره جميله قوي في القالب السيليكون، في منتهى الجمال. على فكره انا ما حذفتش الصوت علشان تسمعوا. سامعين؟ سامعين ان الناشفه عامله زي الازاز كده، بتتكسر زي الازاز، جميله جمال والله يا ولاد، تحفه تحفه. سامعه؟ واللي في القالب رحت برضو مطلعاها واتكسرت معايا مستطيلات مستطيلات كده بمنتهى السهوله. شايفه الجمال؟ بصي الحلاوه. الحاجات دي غاليه جدا يا جماعه، بره غاليه جدا، يعني حاجة يعني أسعار خزعبلية، حاجة مش معقولة. شوية اللوز دول بصراحة كانوا يعني هم كانوا منسيين، يعني دول حبة صغيرين ما يجوش ربع كيلو، كانوا منسيين من رمضان. سامعة الصوت وأنا بخبطها في بعض؟
جميلة روعة، عايزاكم تجربوها وتلحقوا تعملوها. لو عندك اي حاجة فولية اعمليها، بندق اعمليه، سمسم اعمليه. جميلة وروعة، طلعت حلوة قوي 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 وبتلمع كده يعني الحقيقة حلوة، ما كنتش متوقعة انها تطلع جميلة كده. انا اول مرة في حياتي والله اعمل الحاجات دي. ده انا طول عمري بنشتري حلاوة المولد دي غالية جدا، وخصوصا الولاد بيحبوا الحاجات المقرقشة دي، والحاجات دي بتبقى اغلى حاجة في حلاوة المولد. كل سنة وانتم طيبين، وربنا ما يقطع لنا عادة ابدا يا رب. عقبال كل سنة وكل سنة نعمل الحلويات مع بعض، حلاوة المولد، ونصلي على الرسول كده، وتدوسي لي احلى لايك، وتعملي منشن لحبايبك. اوعي تنسي وشيري على صفحتك. فيديو ده جميل وسهل قوي، من اسهل ما يكون.